تعالى نعمل مع بعض النهاردة شوية قراقيش سهلة وبسيطة وكمان مكوناتها اقتصادية وبدون لبن وصيامي بطريقة سهلة جدا وبسيطة، وكمان مكوناتها موجودة عندك في البيت. يلا بينا نشوف الطريقة بتاعتنا والمكونات. بس متنسوش تحطوا لايك للفيديو والاشتراك في القناة لو انتوا لسه اول مرة بتشوفوني. هقولك هنا بقى المقادير بالكيلو. معايا هنا كيلو من دقيق جميع الأغراض، تقدري تستخدمي اي دقيق عادي. وهحط معلقتين صغيرين من النشا، نص معلقة من البيكنج باودر، ورشة ملح خفيفة خالص، كيس خميرة، واحط معلقة كبيرة من المحلب هجيب من عند العطار، ومعلقتين كبار من السمسم، نص كوباية من الزيت، نص كوباية من المية عشان ندوب فيها الخميرة، وكوباية مليانة من السمنة. بس كده هي دي المكونات بتاعتنا. اول حاجة هجيب بقى عندي المواد الجافة، هحط البيكنج باودر والنشا والملح وكمان المحلب والسمسم على الدقيق كده اهو، اقلبهم. وهجيب بقى باكو الخميره وهنزل بيها على نص كوبايه الميه وهقلبهم مع بعض كده. وكمان هزود عليهم معلقه سكر، وهحط معلقتين سكر كبار على المواد الجافه بتاعتنا اللي احنا حطيناها. حطيت هنا اهو معلقه سكر على الخميره عشان تشغل الخميره معايا بسرعه. وهنا هزود معلقتين كبار برضو من السكر. بس كده هقلب بقى المكونات بتاعتنا كده كويس مع بعض. وبعد كده هاخدهم بقى على العجان. بصوا الخميره اشتغلت كده على طول، تضمني ان هي شغاله عشان ما تبوظيش العجينه بتاعتك. واحطها كده على الدقيق وهقلبهم مع بعض، وهنزل بالسمنه والزيت، نص كوبايه من الزيت وكوبايه كبيره من السمنه. دي مقادير الكيلو. حابه تضاعفي الكميه لو هتعملي اكتر او تقللي حسب، تقسمي الكميه برضو حسب ما انتي هتعملي. هقلب بقى السمنة والزيت مع المواد الجافة بتاعتنا كده، واقلبهم مع بعض كويس. بعد ما يتقلبوا مع بعض كده هتحس ان هم مفرولين شوية. بعد كده هنزل بالمية الدافية واحدة واحدة. هستخدم حوالي كوباية وربع من المية الدافية، وهسيبهم بقى يتعجنوا مع بعض كده كويس. هنزل شوية شوية بالمية لغاية لما تلاقي العجينة لمت معاكي كده وبقت حلوة. سؤال مهم جالي، واحدة بتقولي ليه لما بعمل معجنات كتير اكترية الوقت بلاقي العجينة بتبقى مكتومة وما بتنفش معايا كده وتبقى حلوة؟ ده بسبب ان انتي استخدمتي الخميرة وحطيتي عليها مية سخنة، فبتموتي الخميرة فمتشتغلش معاكي وتبقى حلوة معاكي في العجين. فاهم حاجة في المعجنات ان انتي تستخدمي الخميرة صح، يعني ما تحطهاش على مية سخنة عشان تديكي نتيجة كويسة. ادي العجينة بتاعتنا بعد ما سيبناها حوالي ساعة الا ربع وخمرت معايا. هاخدها بقى ونشتغل بيها مع بعض. ههدي كده الخمر بتاعها بالراحة، وهاخدها اقطع منها قطع كده صغننة، ونفرد منها ونعمل القراقيش بتاعتنا، ونعمل شوية برضو من كعب الغزال. هاخد بقى منها قطعة كده ونفردها سوا. بص العجينة طالعة معايا حلوة وما فيهاش عرق كده. هعمل الاول كده شوية بالعجوة. هجيب كيس مطبخ وهفرده واحط عليه العجوة، سواء عندك العجوة جاهزة او من اللي هي التمر. هتجيبي التمر كده وتفصصيه من النوى اللي فيه، وتحطيه في حلة على النار، وتحطي عليه ربع كوباية مية ومعلقة من السمنة، وتسيبيهم لغاية لما يطروا كده معاكي خالص. تفرميهم هيبقوا معاكي بالشكل ده. بس كده بعد كده هتفرديها بين الاكياس بتاعة التلاجة، وتبقى جاهزة معاكي. وانتي بتقطعي العجينة تاخدي منهم بقى شرايح وتحطيها في العجين زي ما هنعمل كده مع بعض. جبت قطعة من العجين وفردتها، تبقى مفرودة كده رقيقة كده حلوة. اقل من نص سنتي. بصوا مفروضة يا دوب رق كده خفيف خالص. بعد كده هسويها واخد قطعة من العجوة وافردها عليها، واطبقهم كده حوالي تطبيقتين تاني، واشيل الزوايد بتاعتي كده اللي من على الاخر دي، اسويها كويس. وبعد كده هقطعها قطع متساوية. بصوا هقطع بالراحة عشان خاطر المفرش ما يتقطعش، واقطعهم متساويين عشان يبقى شكلهم حلو ويبقوا قد بعض كده.
وتخلصي الكميه بتاعتك بقى اللي انت عملتيها كلها. بصوا بقى شكله عامل ازاي. بعد كده بقى هنروح نجيب السمسم ونحطه عليه كده. دي السمسم. هنزل بالكعب الغزال بتاعنا ونحط عليه السمسم كده ونحطه على الصاج على طول. هنا بقى الصاج كان جنبي بس طبعا ايه ما جبتش اللقطة، يعني رصيت كله على الصاج، والصاج مدهون دهنة زيت كده خفيفة خالص. جبت كمان قطعة من العجين تاني وفردتها وسويتها وحطيت عليها قطعة من العجوة ولفتها كده لفتين تلاتة وعملتها زي شكل طولي كده زي الاشكال اللي بنشوفها في الفرنة، وقطعتهم وبرضو نزلت بيهم في السمسم. بصوا عملت كده اشكال. ندخله بقى الفرن على درجة حرارة 170، هيقعد معاك حوالي تلت ساعة، وبعد كده نطفي نولع الشواية دقيقتين بالظبط ونخرجه، وكده يبقى جاهز معانا. بعد كده هعمل بقى السادة، ده يتاكل بقى جنب شاي بلبن كده الصبح، بيبقى طعمه حلو. مش لازم بقى افطار كل يوم بقى كده ونبقى حاجة تقيلة، لا ناكل حاجة كده خفيفة على الصبح جنب كوباية شاي بلبن. هخلص بقى الكمية كلها بتاعتي كده بنفس الطريقة. تشيلي الزوايا كده من على الطرف وتقطعي القراقيش بتاعتك وتحاولي تخليهم يبقوا كلهم نفس الحجم، وارص على الصاج لغايه ما اخلص الكميه بتاعتي كلها. وبعد كده ادخلهم الفرن علشان بقى نسويهم مع بعض على درجه حراره 170. هحطهم على اول رف من فوق واولع الفرن من تحت علشان اخد التسويه المظبوطه. اول ما يستوي معاكي كده وياخد لون دهبي كده خفيف من تحت، تطفي من تحت وتولعي الشوايه وتنزلي الصاج بتاعك على اول رف من تحت، يعني تعكسي عشان تاخدي اللون المظبوط الموحد زي ما انت شايفه كده. بعد كده اول ما ياخد اللون بقى بتاعه تطلعيه من الفرن وتسيبيه يبرد، وبعد كده يبقى جاهز معاكي. بصي شكله عامل ازاي، وكمان التسويه بتاعته مظبوطه، وكمان مستوي من جوه كويس، يعني مش طري كده او معجن، واخد تسويته بالظبط. بس كده، يا رب يكون الفيديو بتاعنا خفيف كده وعجبكم، وهستنى تطبيقاتكم في الكومنت. يا رب يكون عجبكم الفيديو. باي باي، كنت معاكم مطبخ لينا.